السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده ان شاء الله. وسمحوا لي على هذه الغيبه الطويله اللي غيبتها عليكم. نقدم معكم ان شاء الله معسلات رمضان يدخلوا علينا وعليكم بالصحه وطول العمر ان شاء الله، وباش ما تمنيتوا. كما كتشوفوا معايا هنايا يعني درت سيجارات وبريوات ومحينشات صغيورين. اول مرحله غادي نديرها هي المرحله ديال العسل. كما شفتوا معايا سمعتوا التقرميشه ديالهم كتجي فنه، كتجي زوينين. عندي هنايا قالب ديال السكر. انايا دائما كندير يعني السكر ديال القالب، ما عمري زعما صراحه استعملت سنيده. درت معها واحد الحامضه، ودرت معها جوج عويدات ديال القرفه وجوج ديال باديانه والمسكه الحره. دكيتها شويه مع سنيده. صافي كندير معاهم يطرو ديال الماء، كنديرو فوق البوطه حتى كيغلى مزيان، حتى كيذوب داك السكر وكنحيدو. صافي وكنسد على الكوكوط، كنخليها نص ساعه. صافي نص ساعه كتكون يعني هذا هو العبار اللي دايره له انايا، يعني نص ساعه كيكون موجود. صافي هنايا من بعد ما طاب كنحيد ديك الحامضه، اللون ديالها كيتغير، يعني هذاك هو اللون اللي باش تعرفوا العسل ديالكم واش طايب ولا لا. صافي ودوك العويدات ديال القرفه حتى هما كنحيدهم، وديك باديانه حتى هي كنحيدها، وكنخلي العسل ديالي نغطيه حتى الغدا في الصباح. عاد نشوف القوام ديالو اللي انا باغياه، وكان هذا هو يعني النتيجه اللي كان نحصل عليها. كيجي زوين، ما كيجيش ثقيل بزاف وما كيجيش خفيف. صافي هنايا غادي نديرو في واحد القرعه. المهم غادي نحتاجو، غير بغيت باش نوريكم القوام ديالو كي داير. صافي اللي ما غاديش تخدم به ولا يعني ديرو في قريعات بحال هكا وتحتفظ به. وبالنسبه للوز انا حتى هو كنت سلقته، و يعني عادي كما موالفين ديروا اللوز، سلقته وفسختو وبيتو حتى هو نشف. هاد السربيته هنايا انايا استعملت كيلو ديال اللوز. صافي غادي نطحنو ان شاء الله من بعد ما نشف. بالنسبه للسنيده، القاعده ديال عجينه اللوز، يعني كنديروا كيلو ديال اللوز كنديروا معاه 500 غرام ديال السكر سنيده، او مهم نص كيلو. مهم نصف ديال الكميه اللي غادي نحتاجو. انا هنايا ما درتش نص كيلو ديال سنيده، درت 300 غرام يعني مع العسل حتى هو حلو. صافي حاولت نقص السكر، واللي بغى الحلاوه المهم يزيد ديك 200 غرام. صافي هنايا من بعد ما طحنته في الاول في الهاشوار، عاودت له في الطحانه الاخرى ديال المهم المونينيكس. المهم خصو يتطحن مزيان. وهنايا درت له 2 معالق كبار ديال ما زهر و2 معالق ديال الزبده. المهم الزبده درت 2 معالق جاوني هما هادوك، يعني كان خاصكم غادي تشوفوا نتوما العبار اللي موالفين كديروه وعلى حسب النوعيه ديال اللوز. صافي انايا هنايا العجينه ديال اللوز غادي نقسمها على 2. غادي واحد الجزء انايا غادي نكهو هنايا بنكهه ديال البرتقال، كيجي رائع هذا الصراحه. جربوه على ضمانتي. المهم كيجي زوين، واحد المذاق كيجي منعش فيه، كيجي زوين بزاف. انايا هادي ديال البرتقال انايا درتها بالبريوات، كيجيو زوين بزاف. وبالنسبه للنصف الاخر انا درت القرفه كما موالفين، يعني زدت غير القرفه اللي موالفين كنديروه. انايا نص معلقه صغيره ديال القرفه درتها. صافي المذاق اللي موالفين كنديروه. المهم انايا يعني بدلت شويه من المذاق ديال القرفه وما زهر في البريوات، درت ديال البرتقال. صراحه انا عجبني بزاف. وبالنسبه للنكهات نتوما راكم الاختيار، يعني ديروا اللي يعجبكم، النكهه ديال البيستاش، المهم الفاني، المهم داكشي اللي يعجبكم. بالنسبه هنايا للورقه، انايا غادي ندير معكم ان شاء الله البريوات. انا سبق لي وخدمت، يعني سبق لي خدمت وحطيت في البلاطو، وبغيت نشارك معكم. راه يعني كلشي الحمد لله كيعرف يدير البريوات، اللهم لك الحمد. هاي الطريقه بغيت نوريكم وصافي اللي كنديرها. بالنسبه للورقه انايا هنايا درت الورقه اللي موين، ما شريتش الورقه الكبيره كاع.
هنايا ما كنعبرش انايا الكويرات ديال اللوز ولا المهم انايا عيني ميزاني كنهز واحد شويه صافي كنحطو في الاخر في الورقه صافي كنشكل البريوه ديالي صافي طريقه سهله. المهم غير دوك القنات اللي ضروري صافي نزيروهم مزيان باش ما يتحلوش الناش في المقله. هنايا درت الدقيق وما زهر صافي خلطهم مزيان كيما هكا ديروا ما زهر ولا ديروا الماء اللي يعجبكم. المهم انايا لقيت حدايا القرعه ديال المزار درت الدقيق وما زهر وصافي هو اللي لصقت به. وبالنسبه للسيجارات انا غادي نقسم هنايا الورقه ديالي على جوج ونعاود نقسمها عاوتاني على 4 عادي كما كنديروا شكل ديال السيجارات المالحين عادي. مع جاتني هاد الورقه يعني سهله في الخدمه هادي اقتصاديه يعني جات سهله في الخدمه هادي جاتني موين تقطعيها وتعاودي عاود تقطعيها على 4 وتولي يعني هذه جاتني في الخدمه مزيانه. صافي ندهنها بواحد شويه الزيت الا كان خاص الا كانت يعني مزيته ما كاينلاش صافي كنهز واحد الكميه يعني غير واحد شويه بحال شكل كما كديروا في كعب غزال واحد الكميه ديال اللوز صافي. هنايا داك الرويس ديالها في التالي صافي كندير له شويه ديال الدقيق كنلصق به ولا تقدروا تلصقوا بابيض البيض وكما كتشوفوا معايا هنايا درت بريوات ومحينشات. هاد البريوات الصغيورين انايا حمقوني هادوك جاو زوينين بزاف عجبني الشكل ديالهم يعني دوك الجناب ديال الورقه هما اللي درت بهم دوك الصغير بزاف. صافي هنايا غادي نشكل معكم محنشه غادي نحربل داك اللوز يعني نحاول يكون رقيق كل وحده والطريقه ديالها. صافي هنايا كنقاد وفي يعني هاد الاول ديالها يعني هاد اللويه الاولى هي اللي خص نزيروها مزيان صافي ومن بعد كنمشيو عادي كنبقاو نضغطوا عليها بهاد الطريقه. انايا حاولت يعني نوريكم غير بشويه مبغيتش نزرب هنايا الفيديو صافي كنلصق حتى هو عاوتاني بحال كما درت في البريوات والسيجار صافي كنحاول نضغط عليها باش ما تكونش جهه غليظه وجهه رقيقه صافي كانوا دوك الزوائد في الجناب ديال الورقه كنحاول نقص منهم صافي كنبقى نلويها غير بشويه هكا وفي التالي ديال يعني الورقه اما بغيتو ديروها من التحت يعني تدخلوها ما بين اللويه ديروها ولا تخليوها كما انايا خليتها هكا. انايا لصقتها غير بالدقيق وما زهر لصقتها هكا صافي كيجي الشكل ديالهم زوين. صافي من بعد ما ساليت الكميه كاع اللي عندي انايا هنايا غادي ندوز باش نقليهم. وبغيتو ديروا دوك المحنشات بغيتو ديروهم في الفران عاد ديروهم في العسل. المهم انايا هنايا قليتهم كاملين درت يعني كلشي قليتو انايا بديت بيهم وصافي كنطفيهم في العسل ونخليهم في ديك العسل حتى كنبدي نقلي عاوتاني البريوات او السيجارات وكنحيدهم. صافي هنايا غادي ندير هاد البريوات صافي كنخليوهم يذهبوا غير واحد شويه وغادي نحيدهم نحاولوا نحركوهم غير بشويه ماشي يعني باش ما يتهرسوناش. وهنايا بالنسبه للقلي يعني نوقفوا يعني نقابلوهم ماشي بحال كما رحنا نقليو الفريت ولا تمشي ضربي دوره ولا قلبي الفريت ديالك. المهم هنايا خصك تقابليهم. بالنسبه لهنايا على حسب التزيين انايا ديت لوز كونكاسي يعني حمرته شويه وحيت منه واحد شويه درت فيه النكهه ديال البيستاش
المهم باش نعطيولو شكل بيسطاش، المهم بيسطاش مغشوش هاك بحال هاد الشكل هكا كيجي زوين البيسطاش الكداب. وهنايا عندي الزنجلان الأبيض والورد صافي دوك الكويغطات اللي غادي ندير فيهم. صافي من بعد ما ساليت غادي ندوزو دابا للتزيين. انايا غادي نحاول نديرهم في دوك المحنشات، ودائما التزيين كيبقى اختياري، داكشي اللي يعجبكم تخليوهم غير هكاك ديروهم غير في كويغطات ولا ديروا الكوك حتى هو تحمروه شويه الكوك، وتقدروا ديروا فيه النكهه ديال البيسطاش حتى هو كيجي زوين. ومن بعد ما سالينا هنايا درت البلاطو ديالي انايا شكلته. انا صراحه عجبوني هاد الصغيورين البريوات الصغيورين جاو زوينين في المنظر وجاو رائعين. نتوما كما كتشوفوا معايا كيجي التعليكه ديالهم زوينه بزاف صراحه. هاد البريوات اللي درتهم بالبرتقال صراحه غير جربوهم راه كيجيو رائعين وما تندموش عليهم، يجيو زوينين بزاف. وكنتمنى لكم رمضان مبارك سعيد وبالصحه وطول العمر، وما تنساوناش بلا لايك والبارطاج مع الاهل والاحباب. وسمحوا لي بزاف على هاد الغيبه هادي. فيديو واحد اخر ان شاء الله.